الجزائر لا تقبل المساومة. الجزائر سيدة في قراراتها. الجزائر ترفض الوصاية أو الإملاءات الغربية. الجزائر لن ترضخ للضغوط الغربية. الجزائريين ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا. كلها عبارات قوية صرح بها المسؤولون الجزائريين داخل أكبر الهيئة والمنصات الدولية، وعلى رأسهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وكان آخر ما عبرت به الجزائر أمام أمريكا رفضها الرضوخ للضغوط الغربية التي تمارسها القيادة الأمريكية بسبب مشروع قدمه الوفد الجزائري وعارضته أمريكا، وهو سبب في الدبلوماسي والتطاحن داخل مجلس الأمن. وفي نفس السياق تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مكالمة هاتفية من نظيره الأمريكي كاتب الدولة الأمريكية المكلف بالشؤون الخارجية أنتوني بلينكين. عبر فيها رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف عن مواقف القيادة الجزائرية بخصوص القضية الفلسطينية والحرب الصهيونية داخل قطاع غزة، والتي وصفها الجزائري بأنها إبادة جماعية ترقى إلى مستوى الممارسات الهمجية العنصرية والتصفية العرقية. وناقش المسؤول الجزائري مع نظيره الأمريكي المشروع الذي تقدم به الوفد الجزائري والذي عارضته أمريكا، معبرا عن تمسك القيادة الجزائرية بحقها في الدفاع عن مشاريعها وتوجهاتها وخياراتها الدبلوماسية ومواقفها اتجاه القضية الفلسطينية التي لن تتغير مهما حصل. وفي الأخير، إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ودعمنا بزر الإعجاب.